المحور التاني اللي هنتكلم فيه النهارده هو الفرق بقى بين السعر والتكلفه والقيمه. سعر وتكلفه وقيمه، تمام. التكلفه يعني انت بتدفع كام علشان تصنع منتجك ده، او بتدفع كام علشان تقدر تقدم الخدمه بتاعتك دي. السعر انت هتبيع بكام للجمهور، سواء منتج او سواء خدمه. القيمه بقى العميل شايفك تستاهل ايه او تستاهل كام. الحته دي نقف عندها شويه علشان ده المهم ان انت تبينه. يعني ممكن يكون انا مثلا بشوف بعض الناس اكلهم حلو جدا جدا، بس النظافه مش احسن حاجه، الباكجينج او التغليف مش احسن حاجه او مش الطف حاجه. الناس القائمين على عمل الاكل او تقديم الاكل او كده وبتاع مش في المستوى بتاع النظافه القوي، مش في المستوى اللي كده. وفي الاخر انت بتقول الطعم حلو وانا بشتغل بلحمه بلدي وانا بعمل كذا، فانا محتاج احط السعر الفلاني ده انا احسن من غيري. لا، بس هو غيرك حتى لو ما عندوش نفس الجوده بتاعتك، بس عنده امور تانية بتخلي دايما المستهلك يشوفه بشكل كويس. خلي بالك ان دايما في كل شيء هي العين بتشوف. يعني العين بتشوف والعقل بيفكر واللسان بيتذوق وكل شيء. فانت حط في دماغك ان اللي هيشوفك مبهدل او هيشوفك بتقدم الخدمه بمستوى نظافه اقل، او بتقلل في تكاليف التعبئه والتغليف وكده علشان توفر وتقول اعمل سعر كويس، كل الكلام ده في الاخر هيتشاف انك قيمه قليله. فبالتالي مش هيقدر العميل بتاعك يشوفك ان انت تستاهل او تستحق القيمه السعريه اللي انت حاططها دي. فدايما لو القيمه دايما اقل من السعر فللاسف ما بيبقاش فيه بيع، ولو السعر دايما اقل من التكلفه للاسف ما فيش مشروع من الاساس.